وايه رايك لو قلت لك ان انت تقدر تتعلم مهاره وتصنع منها دخل خيالي يغير لك حياتك؟ بس في مشكله، هي تبان ميزه بس هي كارثه انت بتعملها، وهي انك بتتعلم 10 مهارات في نفس الوقت وانت بتبقى فاكر ان من الذكاء ان انت تفتح 1000 كورس وتبدا تتعلم منهم. يوم تفتح كورس بيتكلم عن البرمجه، ويوم مونتاج، ويوم جرافيك، وفي الاخر تلاقي حصيلتك صفر، ولا عارف تتعلم مهاره ولا عارف تدخل دخل ثابت من مهاره. وانا جاي النهارده عشان اقول لك الحل. اقفل كل الكورسات واقفل كل الصناديق اللي انت فاتحها دي، واختار مهاره واحده بس وادفن نفسك فيها ودوس فيها بكل طاقتك وتطور فيها كل يوم لحد ما تجيب اول دخل منها، وانا هقول لك ازاي كمان شويه. انت عقلك مش متصمم ومخلوق عشان يحترف حاجات متوازيه بنفس الكفاءه، يعني كلها مهارات قويه انت عايز تحترفهم كلهم. مش منطقي التركيز في حاجه واحده هو ده اللي بيخلق النجاح والتميز، انما انك تركز في كل حاجه وتشتت نفسك هو ده اللي بيخلق الفقر بالظبط. وعايزك تفهم انك تحترف مهاره واحده بنسبه 80% احسن مليون مره ما تحترف 10 مهارات وكل مهاره بحترفها بنسبه 10% مثلا. اكتب لي تحت ايه المهاره اللي انت بتحبها وانا هقول لك تبدا فيها ازاي من الصفر لحد ما تدخل اول دخل منها.